السلام عليكم ورحمة الله. أكدت صحيفة سكاي سبورت أن مدرب ليفربول الإنجليزي ومساعده استقروا على التعاقد مع سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي شهر يناير القادم، بعدما اقتنعوا بأن الدولي المغربي سيخدم وسط الميدان على نحو جيد في المرحلة القادمة، وذلك بعد الأداء القوي والمميز الذي قدمه في وسط الدفاع مع الأسود في المونديال. وأشارت نفس الصحيفة إلى أن فيورنتينا لن يقبل بأقل من 30 مليون يورو، مع العلم أن أمرابط دخل منافسات المونديال وهو يساوي 10 ملايين يورو فقط حسب تقديرات ترانسفير ماركت، علما أن فيورنتينا اشترى عقده مقابل 20 مليون يورو. زاد الكثير من الحماس في صفوف لاعبي الفريق الوطني في الحصة التدريبية التي خاضها اليوم السبت تحضيرا لمباراة إسبانيا. وقبل بداية الحصة التدريبية جمع الناخب الوطني باللاعبين، وكان المرح باديا عليهم، وهي عادة اعتمدها الناخب الوطني وليد الركراكي للرفع من معنويات اللاعبين. شارك في الحصة التدريبية غالب اللاعبين، في حين الآخرين اختاروا الدراجات الهوائية لإزالة العياء. هذه آخر أخبار محترفين المغاربة، في أمان الله ومع السلامة.